التاريخ يا شباب بحر وسماء يا عين انت الاصيله بطبعها تقبل تكون السند وتكون عنواني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي يا جماعه؟ يا سندي ايوه والهامي فالحاني. الله اكبر عليك يا ابني، الله اكبر. قولي لي ازاي اوصفك غير ان اقول الله. يا مؤمنة لسه بحاجات ما بلهاش، خديني في روحك الطهرة يمكن تكوني كل دنيا ما عشتهاش. وهو الحب ايه غير رحمة بين اتنين؟ شايف الكلام؟ وجننا كلام خلصان الله في اكبر. الحياة. يا عين طبعا بعد ما سمعتوا الفنان، انا جالي فنان مش عريس جاي يتصور عندي، كان حاجة الله اكبر عليها زي ما انتوا شفتوا في الفيديو في الاول. هنا انا بعمل صورة دبل اكسبوجر 2 في بعض زي ما انتوا شايفين. اتمنى تعجبكم وما تنسوش تدعموني بلايك وتدعموني كده بالكومنت وتقولوا لي ايه رأيكم في الافكار اللي بنفذها في السيشنات بتاعتي دي. برضو دبل اكسبوجر تاني هناخد الايدين اللي انا عملتها والوجهين زي ما انتوا شايفين وتطلع بالشكل ده. ايه رايكم يا اخواتي؟ يا رب تعجبكم شغلي. عقبال ما اصورك انا شايفك انت بصي هتموتي وتتصوري بفرحك. ان شاء الله ليا نصيب وهصورك باذن الله زي العروسه الجميله دي كده وهي بتتصور جوه الطرحه بتاعتها القمر اللي انت شايفاها دي. انا واخد طبعا الصوره دي والعريس بيساعدني. بصي حاجه قمر 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 قمر. يا ربنا يفرح كل قلوب الناس كده يا رب دايما، ونشتغل وناكل عيش بقى انتوا فاهمين. هنا بصور صورة تانية في الكوشة الجميلة اللي عندي في الاستوديو وبقرب العريس من العروسة كده زي ما انتوا شايفين واحدة واحدة عشان اعمل لهم صورة حلوة جدا. وهتشوفوا الصورة في النهاية عاملة ازاي. دي برضو دبل اكسبوجر بس انا عملتها بطريقة مختلفة شوية. ايه رأيكم؟ السيشن ده ولا من السيشن؟ احلى سيشن في الدنيا. هنا بقى هناخد شوت تاني كده للعريس والعروسة عشان نبين الدرس بتاعها كله كامل. بوقفها وبعد لها الدرس بتاعها زي ما انتوا شايفين وهنبتدي نعمل تغيير خلفية على الصورة دي وهتطلع كأنها في سيشن بره وعملت سيشن جامد قوي. وهناخد شوت تاني بعديها وهي ماسكين الطرحة وحاجة بقى يعني رومانتك بقى وشغل كده وفي تقبيل حلو كده من بين العريس وحاجة حلوة قوي. والصورة طالعة فيها كمية رومانسية رهيبة بجد. بصوا الفرحة، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة بتاعتهم، بصوا تفاصيل الصورة حاجة الله أكبر عليها. هنخش في شوط تاني وهو ماسك العريس ايديها وبيقبل ايديها كده زي ما انتوا شايفين وانا باخد الشوت بتاعهم عشان اعمل لهم صورة في قمة الجمال والروعة زي ما انتوا شايفين دلوقتي. طبعا انا كل ده شغال على الباك جراوند الابيض عشان اطلع الباك جراوند كانه في سيشن خارجي. دي بقى برضو صورة تانية بس انا حبيت ايه اعمل لهم حاجة عظمة شوية وهما حاطين ايه هي مثلا دماغه في دماغه كده. ايوه وهناخد ده الشوط الاول واوريك الشوط التاني. على فكرة دي فيها شغل كتير قوي هتعجبكم قوي بجد يعني. دي شوط تاني برضو كده بعدله رجله. التفاصيل دي مهمة جدا يا شباب، لازم اخد بالي من كل تفصيلة عشان تطلع صورتي حلوة. وهنصور الايد. بصوا دي دبل 3 يعني انا مطلع دبل 3 قدام. بصوا يعني حاجة عظمة بقى انت فاهمة. فطبعا الدرس بتاعها طويل انا عارف ان هو خد الاستوديو كله بس انا هطلع حاجة ان شاء الله حلوة باذن الله زي ما انتوا هتشوفوا كده بالظبط. انا بحاول طبعا اهتم بكل حاجة في تفصيلة الفستان عشان اعرف اطلع حاجة حلوة. هو قال لي بقولك ايه انا عايز احس ان انا قاعد في قصر كده وحاجة عظمة وكبيرة كده. قلت له يا عينيا يا عم الفنان عشان انت روقت علينا بس بالصوت الحلو الجميل ده فحبيت اروق عليه انا كمان في السيشن بتاعه واطلعه في قصر كبير كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي حالا. ما تنسوش تدعموني في القناة وتشتركوا لو انتوا مش مشتركين وبحبكم جدا يا اخواتي. اشوفكم في سيشن جديد واللايك بتاعكم الجميل اهم حاجة.
بحبكم قوي، وكله يكتب صلى على النبي في الكومنتات. باي.